لتحمير البصل كالآتي: حاسخن ربع كوب زيت، أضيف البصل. أنا استخدمت 3 بصلات متوسطات الحجم، وأبدأ أحرك فيه لحد ما يتحمر. استمر بالتقليب على نار هادئة كل شوية لحد ما يتحمر. ده شكل البصل بعد ما يتحمر معاي. أقفل من عليه النار وأخليه لحد ما يبرد وأشوف الخطوة البعدية. في جك الخلاط أضع البصل المحمر وأضيف عليه شوية موية وأخلطه أولا. بعد خلطت البصل أولا لوحده مع شوية موية، هضيف الزبادي. عملت حوالي 2 كوب. اتنين حبة كبيرة طماطم، 2 ملعقة من زبدة الفول السوداني، 2 ملعقة صلصة طماطم، ملعقة كبيرة دقيق. أخلطهم مع بعض. أصب الخليط في حلة وأحرك لحد ما يبدأ يغلي. بعد يبدأ يغلي هضيف شريحة فلفلية أو ممكن قرن فلفل أخضر، فلفل أسود، وملح كله حسب الرغبة، وفص ثوم مهروس. أخليه يغلي لمدة 10 دقايق. أخفض النار وأضيف ملعقتين ويكا. أخليه يغلي حوالي 3 دقايق وأقفل من عليه النار. يؤكل مع الكسرة والعصيدة، وبالهنا علي وعليكم.